سلام عليكم. إليك تفاصيل مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار يفاجأ المنتخب المغربي بعد تأهله إلى دور ال16. قبل ما نبدأ ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. فقد صرح مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار وأدلى بتصريحات: أنا لم اندهش من تأهل المنتخب المغربي إلى دور ال16 في كأس العالم، لأن المنتخب المغربي لديه عناصر ممتازة جدا، خاصة في خط الوسط والهجوم وفي جميع المراكز. أيضا فيتواجد في تشكيلة المنتخب المغربي لاعبون يلعبون في أعلى الدوريات الأوروبية، على غرار ياسين بونو ونصيري وأشرف حكيمي وحكيم زياش وغيرهم من اللاعبين الممتازين. أيضا فأنا دربت المنتخب المغربي من قبل لديه مهارات عالية وذكية جدا داخل الملعب، ولديه المرونة التكتيكية. أيضا فالمنتخب المغربي واجه من قبل المنتخب الإسباني في البطولة الماضية، وأعتقد أن المنتخب المغربي قادر على إقصاء المنتخب الإسباني، وأتمنى من أعماق قلبي تأهل المنتخب المغربي، لأن لدي ذكريات جميلة مع هذا الشعب الطيب، واعتقد لولا سوء الحظ الذي حالفني مع المنتخب المغربي لكنت واصلت المشوار مع المنتخب المغربي. ولكن دور الآن أنني أشجع المنتخب المغربي وادعمه قبل مباراة إسبانيا من أجل الحلم الكبير. وأكثر ما أسعدني في المنتخب المغربي هو عودة حكيم زياش لمستواه الطبيعي، وبرغم أنه لا يلعب كثيرا مع تشيلسي، إلا أن حكيم زياش أثبت للعالم أنه الأفضل والأحق في مركزه، وهو الآن من أفضل لاعبي البطولة. واعتقد حكيم زياش بعد هزة البطولة سينتقل إلى نادي عملاق في أوروبا. وفي النهاية ادعوا معي للمنتخب المغربي. شكرا لكم.